طول حياتك الناس بتقولك كن نفسك، لكن محدش بيقولك الحقيقة إنك لما تبدأ فعلا تكون نفسك حياتك ممكن تتقلب بالكامل. هتخسر ناس، هتغير أفكارك، ويمكن تكتشف إنك كنت عايش شخصية مش بتاعتك أصلا. والسؤال هنا، ليه أصلا إنك تكون نفسك عملية مؤلمة؟ لأن الإنسان مش بيتولد بشخصية جاهزة، الإنسان بيتولد وسط آلاف الأصوات اللي بتحاول تشكله. ووعد مني، في نهاية الحلقة دي هتلاقي نفسك فهمت موضوع مهم جدا هيفرق في نظرتك لنفسك وللواقع. خليني أقولك فكرة غريبة شوية. انت ما بدأتش حياتك كشخصية حقيقية ليك. لما اتولدت ما كانش عندك رأي في أي حاجة، لا في أفكارك ولا في قيمك ولا حتى في الطريقة اللي المفروض تعيش بيها حياتك. كل ده اتبنى حواليك خطوة بخطوة. أول قالب بيجي من الأسرة. الطفل بيتعلم بسرعة إيه اللي يرضي أهله وإيه اللي يزعلهم، فيبدأ يكرر السلوك اللي بيجيب قبول ويتجنب السلوك اللي بيجيب رفض. ببساطة بيتعلم إزاي يكون نسخة يحبها اللي حواليه. بعدها بتيجي المدرسة، نظام كامل بيقولك إيه الصح وإيه الغلط، إيه النجاح وإيه الفشل، وإيه الطريق اللي المفروض تمشي فيه علشان تبقى إنسان ناجح. وبعدين يجي المجتمع عنده قائمة طويلة جدا من القواعد الغير مكتوبة. إزاي تتكلم وتفكر، إزاي تعيش وتحلم. ولو خرجت شوية عن القواعد دي هتحس فورا بشيء غريب، نظرات، انتقادات، أو حتى سخرية. وبعد كده يجي في عصرنا الحالي الإنترنت مش بيقولك إزاي تعيش، وإنما بيعرض ليك آلاف النسخ اللي المفروض تكون زيها. الشخص الناجح والمثقف، الجذاب والمثالي. ومع الوقت بيحصل شيء غريب جدا. بتبدأ في بناء حياتك مش بالشكل اللي انت عاوزه، وإنما بالشكل اللي العائلة بتتوقعه منك، واللي المجتمع عاوزها، واللي الإنترنت بيحاول يوصلهولك عن الشكل الصح للحياة. وبعدين في لحظة بتسأل نفسك سؤال بسيط: هي دي حياتي فعلا؟ وهنا بيبدأ الألم. في لحظة معينة في حياة أي إنسان حاجة غريبة بتحصل، مش حدث كبير، مش كارثة، أحيانا بتكون مجرد فكرة صغيرة، فكرة بتعدي في دماغك لكنها بتسيب أثر تقيل. يمكن تكون ماشي لوحدك في الشارع أو قاعد بالليل والدنيا هادية، وفجأة بيجي السؤال: أنا وصلت هنا إزاي؟ مش بس وصلت هنا إزاي، لكن كمان هل أنا اخترت الطريق ده فعلا؟ ولا الطريق ده هو بس الطريق اللي كان متوقع مني إني أمشي فيه؟ السؤال ده بسيط، لكن نتائجه مش بسيطة خالص. لأن أول ما السؤال ده بيظهر بيبدأ يشككك في حاجات كتير، في اختياراتك وأفكارك، وفي الحاجات اللي كنت متأكد منها زمان. يمكن تكتشف إن تخصصك ما اخترتهوش عن حب أو رغبة. يمكن تكتشف إن صورتك عن نفسك كانت مبنية على اللي الناس شايفاه فيك. واللحظة دي بتبقى غريبة جدا، كأنك فجأة صحيت ولقيت إنك واقف في نص قصة مش متأكد أصلا إنك اللي بدأتها. الإحساس ده غالبا بيجي معاه حاجتين: قلق وضياع. القلق لأنك بدأت تشك في الأساس كله، والضياع لأنك مش عارف البديل إيه. وعلشان كده ناس كتير أول ما بتوصل للحظة دي بتحاول تهرب منها بسرعة.
يرجعوا يكملوا حياتهم زي ما هي، نفس الطريق والاختيارات ونفس الدور اللي هم عايشينه، كأن السؤال ده ما اتسألش أصلا. لكن في ناس تانية ما تعرفش تتجاهله، لأن أول ما بتشوف الحقيقة صعب جدا ترجع تتظاهر إنها ما شافتهاش. ومن هنا تبدأ المرحلة الأصعب فعلا، المرحلة اللي بيحاول فيها الإنسان لأول مرة يعرف هو مين بجد. المشكلة إن رحلة إنك تبقى نفسك مش رحلة داخلية بس، هي كمان رحلة ليها ثمن اجتماعي. لأن أول ما تبدأ تفكر بطريقتك وتختار اختيارات مختلفة، هتلاحظ حاجة، إن الناس اللي حواليك بدأت تستغربك، مش بالضرورة لأنك عملت حاجة غلط، لكن ببساطة لأنك اتغيرت عن النسخة اللي هم متعودين عليها. يمكن ترفض طريق كانوا شايفينه مناسب ليك، يمكن تغير أفكار كنت بترددها طوال عمرك، يمكن حتى تتخلى عن حاجات كنت فاكر زمان إنها جزء منك. وهنا بيبدأ الاحتكاك. بعض الناس هتسألك انت اتغيرت ليه؟ بعضهم هيقولها بطريقة لطيفة، وبعضهم هيقولها كأن التغيير ده مشكلة كبيرة جدا. وفي لحظات تانية مش هيقولوا حاجة أصلا، بس انت في نفسك هتحس انهم بقوا مش فاهمينك. والحقيقة ان ده طبيعي جدا، لأن المجتمع بطبيعته مرتاح أكتر لما الناس تكون شبه بعض، نفس الأفكار، نفس الطرق، ونفس الاختيارات. لكن أول ما يظهر شخص مختلف شوية، النظام كله بيحس بنوع من التوتر، مش لأن الاختلاف خطر بالضرورة، لكن لأنه غير مألوف. وعلشان كده ناس كتير جدا أول ما تبدأ تحس بالضغط ده بتقرر ترجع خطوة لورا، مش لأنهم مقتنعين إنهم كانوا غلط، لكن لأن الاختلاف أحيانا بيبقى مرهق. وفي اللحظة دي الإنسان بيبقى قدام اختيار صعب، يا إما يعيش مرتاح لكن بشخصية مش بتاعته، أو يكمل الطريق حتى لو الطريق ده معناه إنه أحيانا هيكون لوحده شوية. بعد كل ده سؤال مهم بيظهر، لو إنك تكون نفسك حاجة مهمة كده، ليه أغلب الناس ما بتمشيش في الطريق ده وتكون فاهمة نفسها؟ ليه ناس كتير تفضل تعيش حياتها كلها من غير ما تسأل السؤال ده أصلا؟ الإجابة غالبا مش لأنهم ما يقدروش، لكن لأن التمن النفسي تقيل جدا. أول خوف بيظهر هنا هو الخوف من الرفض. الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، إحساس القبول من الناس حوالينا بيخلينا نحس بالأمان. عشان كده فكرة إنك تبقى مختلف أو إن بعض الناس ما يعجبهمش طريقتك فكرة مزعجة جدا. الخوف التاني وهو الخوف من الفشل، لأن طول ما أنت ماشي في طريق رسمه غيرك، على الأقل في إحساس إنه طريق مضمون. لكن أول ما تبدأ تختار لنفسك مبقاش في ضمانات، ممكن تنجح وممكن تغلط، ومش كل الناس مستعدة تتحمل المسؤولية دي. وفي خوف تالت يمكن أهدى شوية في الظاهر لكنه أقوى مما نتخيل في الباطن، وهو الخوف من العزلة. لأن لما أفكارك تتغير وأولوياتك تتغير، ممكن تلاقي إن المسافة بينك وبين بعض الناس كبرت، مش لأن حد فيكم وحش، لكن لأن الطرق بقت مختلفة. وفي الآخر في سبب بسيط جدا، الراحة. إنك تعيش بشخصية جاهزة أسهل بكتير، القواعد واضحة، التوقعات معروفة، والطريق مرسوم. مفيش حاجة بتحتاج تعيد التفكير فيها كل شوية. لكن بناء شخصية حقيقية معناه إنك تسأل أسئلة صعبة، وتراجع أفكار قديمة، وتعترف أحيانا إنك كنت ماشي في اتجاه مش شبهك أصلا. وعشان كده ناس كتير بتختار الطريق الأسهل،
مش لأنهم ضعاف، لكن لأنهم ببساطة مش عاوزين يدفعوا التمن ده. في النهاية الناس بتحب تتكلم عن فكرة كن نفسك كأنها حاجة بسيطة، كأنها قرار صغير بتاخده في لحظة، لكن الحقيقة مختلفة تماما. إنك تبقى نفسك مش رحلة لطيفة مليانة اكتشافات جميلة، في أوقات كتير بتكون رحلة مركبة، لأنها بتبدأ غالبا بحاجة صعبة جدا، إنك تشك في النسخة القديمة منك، تشك في أفكار كنت متأكد منها، وفي اختيارات كنت فاكر إنها بتاعتك. ومع الوقت بتبدأ تفهم حاجة معينة، إن جزء كبير من شخصيتك كان مبني فوق طبقات من التوقعات، توقعات الأهل والمجتمع وتوقعات العالم حواليك. وعشان كده إنك تبني نفسك بصدق غالبا معناه إنك الأول لازم تفكك حاجات كتير، أفكار قديمة وعادات، وأحيانا الطرق الكاملة اللي كنت ماشي فيها في حياتك، وبعدها تبدأ تبني تاني ببطء وبوعي أكبر. يمكن عشان كده ناس كتير ما بتمشيش الطريق ده للنهاية، مش لأنهم ما يقدروش، لكن لأن الرحلة نفسها بتطلب شجاعة مش قليلة، شجاعة إنك تواجه نفسك، وشجاعة إنك تعيش حياة يمكن تكون مختلفة شوية عن اللي حواليك. وللسبب ده في ناس كتير بتعيش عمرها كله من غير ما توصل فعلا لنفسها، مش لأنهم ما كانش عندهم الفرصة، لكن لأن التمن كان مؤلم أكتر مما توقعوا. لو وصلت لهنا وللفيديو عجبك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتقولي وجهة نظرك في الموضوع.